السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. في الفيديو ده هقول لك على مجموعة مهمة جدا من الصفات ومن الملامح تقدر من خلالها تعرف على شخصية الشخص اللي قدامك، حتى لو انت ما تعرفوش وحتى لو من خلال صورته. وده من خلال علم الفراسة وتحليل الشخصيات، وانا هابل غرباوي اخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسة ولغة الجسد. وعلشان ما اكترش عليك في المقدمة فيلا. اهلا بيك من جديد. في البدايه لو انت متابع للقناه جيد، ونركز في كلمه جيد دي لانك بالفعل لو انت متابع جيد للقناه وبتذاكر اللي انا بقوله او على الاقل بتكتب ورايا اللي انا بتكلم فيه، فبالتالي هيكون عندك مجموعه مهمه جدا وكبيره جدا من المعلومات عن الفراسه وتحليل الشخصيات. ولو انت اول مره بتشوفني فاهلا بيك، وانا ممتن ليك جدا وسعيد ان الفيديو ده بيظهر عندك دلوقتي. وانا بالفعل موجود هنا علشان اقدم لك مجموعه كبيره جدا من الشروحات الخاصه بعلم تحليل الشخصيات، وان يكون عندك الابيليتي او القدره انك تعرف شخصيه الشخص اللي قدامك بس من خلال الملامح الظاهريه للوجه بتاعه او من سمات ملامح الوجه بتاعته. طيب في البدايه مهم جدا اقول لك مقدمه اساسيه وهتفيدك بشكل كبير جدا انك تتعلم العلم ده بالشكل الصحيح. الموضوع ده فيه اكتر من مدرسه، ولكن المدرسه اللي احنا بنتكلم فيها واللي انا بتكلم فيها بالتحديد وهي البرسونولوجي. والبرسونولوجي مدرسه مهمه جدا في مدرسه الفراسه وتحليل الشخصيات، واللي بتقول لك ازاي تقدر تحكم على السمه او الملمح للشخص. وده مهم جدا وهيفيدك جدا. هيفيدني في ايه؟ هيفيدك انك تقدر من خلال الملمح اللي قدامك تعرف صفات وسمات الشخص ده، وكمان تعرف اهم سلبياته واهم ايجابياته، بيحب ايه وبيكره ايه وبيفضل ايه، وهل هو شخص شكاك ولا شخص كذاب ولا شخص فضولي ولا شخص حذر ولا متأني ولا عنده ثقة بنفسه. يعني موضوع كبير جدا وفي سمات وملامح كتيرة جدا. وفي مدارس تانية والمعظم محللي تحليل الشخصيات بيشتغلوا من خلالها، وهي المدارس اللي بتعتمد على الشكل الهندسي للوجه، سواء كان الوجه ده مربع او مثلث او مدور. فبالتالي هو بيعتمد اكتر على مفتاح تحليل الشخصيه من خلال الشكل الهندسي للوجه. وده بالمناسبه يعني مش عايز اقول غلط، ولكن مش صحيح بنسبه 100%، لان عاده بيبقى نمط الوجه على سبيل المثال شكل دائري. واحنا طبعا لو انت اول مره تسمع الكلام ده فانا عملت لك سلسله فيديوهات، 3 فيديوهات بتكلم فيهم عن الانماط الهندسيه للوجه، وعملنا تحليل شخصيه كامل للوجه المربع والوجه المثلث والوجه الدائري. وكمان دلوقتي هظهر لك كده في المقترح اعلى الفيديو مجموعه الفيديوهات دي عشان لو انت حابب تتعلم من الاول وجديد فما فيش اي مشكله. ولو انت من المهتمين بالمدرسه دي فالفيديوهات دي هتساعدك جدا انك تتعلم العلم ده بسهوله. ولو انت مهتم جدا بالبرسونولوجي بالتحديد وعاوز تعرف اهم الملامح وازاي تحكم على شخص من خلال ملامح وشه، فبالتالي في الفيديو ده هيفيدك جدا. وعلشان برضه ما اطولش عليك اكتر من كده، وانا اسف في الاطاله، ولكن مهم جدا انك تسمع المقدمه دي علشان دي هتفيدك بشكل كبير وتتعلم صح. احنا بنعمل ايه علشان نحلل شخصيه؟ يعني انت لازم تبقى عارف لما بتبعت لي صوره على سبيل المثال وانا ببعت لك تحليل شخصيه انا بشتغل ازاي. وده مهم جدا لان كتير من متابعينا بيبعتوا لي على سبيل المثال صور ليهم او لاحد الاقارب او لشخص عايز ترتبط بيه او لشريك الحياه على سبيل المثال او للاب او الام او اي شخص، ويطلب مني تحليل شخصيه للشخص ده. فانا في الفيديو ده هقول لك بقى مفتاح الشخصيه اللي انا ببني عليه تحليل الشخصيه. رقم واحد مش الشكل الهندسي تماما، ولكن رقم واحد هو الملمح الاكثر بروزا او ظهورا في الشخص ده. يعني على سبيل المثال نبدا من الجبهه. طيب الجبهه عندنا فيها اكتر من شكل او اكتر من نوع. انا دلوقتي هقول لك على اكتر من سمه او اكتر من شكل للجبهه، وكمان هقول لك على اهم الصفات او الخصائص اللي بتميز كل شكل. رقم واحد والجبهه العريضه. يعني ايه الجبهه العريضه؟ يعني شكل الجبهه بيبدا من اول هنا كده وتكون عريضه زي الجبهه بتاعتي انا. ايوه الجبهه بتاعتي عريضه فبتنتهي هنا كده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص ده بيتمتع بثقه عاليه جدا بالنفس. صدقني مش بقول كده عشان انا واثق من نفسي، انا كده كده واثق من نفسي. بس هي الفكره كلها ان الشخص اللي زي كده اللي بتكون الجبهه بتاعته عريضه وطويله، زي مثلا على سبيل المثال الصوره دي كده بالظبط الفنان عادل امام، فده معناه ان الشخص ده عنده قدره عاليه جدا بثقته بنفسه وقدره عاليه جدا في ثقته بامكانياته وقدراته. كمان الشخص اللي زي كده بالمناسبه لا يهاب المصاعب ولا المخاطر، شخص مقدام لاعلى درجه. يعني لو انت قلت له على سبيل المثال عايزين مثلا نفتح مشروع معين او في فكره معينه، هتلاقيه مبادر جدا معاك في الموضوع ده، ما عندوش اي مشكله وما بيفكرش في المخاطر على قد ما بيهتم اكتر بانجاز العمل ده. فدي اول سمه اول ملمح في الجبهه، وقلنا ان هو الجبهه العريضه الطويله. طيب النمط الثاني على سبيل المثال وهو الجبهه المربعه، بالظبط زي الصوره دي كده الفنان عمرو دياب او كريستيانو رونالدو. طيب لو هنتكلم عن الفنان عمرو دياب او هنتكلم عن شكل الجبهه المربعه، فعايز اقول لك اهم صفات الجبهه دي. الجبهه دي بكل بساطه صاحب الجبهه دي بيتميز ان هو شخص بيعشق التجديد والتغيير باستمرار. الشخص اللي زي كده، وخد كلامي ده قيسه على حاجات كتيره جدا، الشخص اللي زي كده بيحب يغير من شكله، بيحب يغير من مظهره، من لون شعره، من طريقه لبسه، من ستايله، من افكاره، من شغله، من طريقه تقديمه للمحتوى على سبيل المثال او طريقه المعيشه بتاعته على سبيل المثال.
ولو هو مرتبط بشخص او بانسانه فيحب دايما ان هو يشوفها بشكل مختلف او بشكل جديد، لان هو بيمل بسرعه جدا من الروتين. فالشخص اللي زي كده عاده هتلاقيه لو بيشتغل في وظيفه هي هتكون وظيفه بتميل الى الفريلانسر او الفريلانس بشكل كبير، لان هو ما بيحبش التقييد او قعده المكتب او ان هو يكون ملتزم بمواعيد. فغالبا الشخص ده في شغله لو هو غصب عنه في روتين هتلاقيه اكتر شخص بيتاخر على سبيل المثال، وهتلاقيه اكتر شخص بياخد جزاءات او خصومات بسبب موضوع التاخير او عدم الانضباط في المواعيد، لانه شخص ما بيحبش يكون مقيد اصلا. طيب الملمح الثالث والمهم جدا وهو الجبهه الضيقه. يعني ايه الجبهه الضيقه؟ يعني المسافه اللي في النص دي من اول منبت الشعر لحد اول طرف الحاجب بتكون ضيقه بالظبط كده زي الصوره دي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه شخصيه مشتته الى حد كبير. الشخص اللي زي كده عنده مجموعه كبيره جدا من الاهداف والطموح والخطط والترتيبات وحاجات كتيره جدا 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 في حياته. فالشخص زي كده هتلاقيه دايما الى حد كبير مشتت ومش عارف ياخد انهي قرار في انهي حاجه. وغالبا الشخص اللي زي كده بيكون شخص مبدع جدا وشخص ناجح، وعلشان كده هو متشعب او متميز او عنده القدره ان هو يدخل في اكتر من موضوع. طيب على عكس الموضوع ده او على عكس الجبهه الضيقه، الجبهه الطويله. الجبهه الطويله فده شخص تفكيري جدا وتحليلي جدا ومنطقي جدا. الشخص اللي زي كده بيهتم جدا بالارقام وبالتحليل وبالمنطق وكل الحاجات اللي فيها اثباتات وبراهين. طيب في سمه كمان مهمه جدا 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 في شكل الجبهه والسمه الاخيره، وهي الجبهه اللي فيها او بيكون بها يعني مش عارف اللخبطه دي ولكن مش مهم. الجبهه اللي بيكون فيها نتوء عظمي. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي فوق ده من اعلى الجبهه بتحس ان هو بارز لبره شويه. الشخص ده بيتميز بايه او ايه اهم صفاته او اهم الخصائص بتاعته؟ الشخص زي كده بيكون من الشخصيات الابداعيه الى حد كبير جدا. يعني الشخص اللي زي كده بيكون عنده نظره ابداعيه للشيء. على سبيل المثال اقول لك حاجه دلوقتي عمليه. لو انت على سبيل المثال يعني جبت له مثلا فنجان قهوه زي كده، فتلاقيه دايما يظبط الايد بتاعت الفنجان في الشكل او بالطريقه اللي هو هيمسك بيها الفنجان عشان تكون يعني سريعه. يعني مثلا على سبيل المثال مش هيخليه الايد كده او اليد بتاعت الفنجان مثلا قصاده، لا هو هيخليها بزاويه معينه علشان هو بيمسك مثلا الفنجان بزاويه معينه، فهو حابب ان تكون الزاويه دي مظبوطه. هو شخص ابداعي، قيس ده على كل حاجه في حياته. الشخص اللي زي كده لو هو على سبيل المثال قاعد مثلا على تيبل زي دي فتلاقيه دايما شخص منظم. وتلاحظ الشخص ده قوي 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 لو انت مثلا في ميتنج او في مقابله او في انترفيو او في اي حاجه فيها يعني مجموعه، هتلاقي في شخص دايما كده مرتب. يعني لو هو مثلا بيدخل علبه السجاير جنب الموبايل جنب القلم جنب الورق، هتلاقيه دايما كده بيحب ينظم الحاجات من حواليه علشان تكون مظبوطه وسهله ان هو يعرف مكانها ويقدر يستجيب ليها او يقدر يتعامل بيها في اسرع وقت. فده مجمل كده حاجات عن شكل الجبهه. طبعا الموضوع كبير جدا وعندنا مجموعه كبيره جدا من الصفات والملامح، ولكن في الفيديو ده هنكتفي دلوقتي بشكل الجبهه. والفيديو اللي جاي ان شاء الله او هعمل لك سلسله فيديوهات باذن الله، يعني بتمنى ان انا اعمل فعلا الموضوع ده. ان شاء الله اعمل لك سلسله من الفيديوهات سلسله ان شاء الله اعمل لك سلسله من الفيديوهات تقدر من خلالها انك تتعلم كل ملمح لوحده، علشان حتى لو انت ما عندكش الابيليتي انك تيجي تحضر كورس معين هتقدر تتعلم من العلم ده. طيب انا اتعلمت العلم ده منين وبسرعه كده وحاجه دي يمكن تكون مفيده ليك؟ الفكره كلها ان احنا كنا في الورك شوب واحنا بنتعلم تحليل الشخصيات، وانا خدت فيه اكتر من كورس يعني حاجات ادفانسد كلها اخصائي وممارس لتحليل الشخصيات من خلال الفراسه. عايز اقول لك ان احنا بالفعل كنا بنحلل شخصياتنا واحنا غمضين عينينا. يعني ايه؟ يعني انا كنت بغمض عينيا واحرك ايدي على شكل ملامح للشخص اللي قاعد على الكرسي قدامي واقدر احكم على المسافات والمقاسات. وهو ده بصراحه السر اللي بيخلي اي شخص يتميز في علم تحليل الشخصيات، ان يكون عنده القدره الهندسيه في تحديد المقاسات او في تحديد الشكل الهندسي بالظبط للملمح. لان احيانا على سبيل المثال بيكون في جبهه شكلها دائريه ولكن هي شبه دائريه، هي مش دائريه. فبالمناسبه انت لازم يكون عندك القدره على تحديد دقه شكل الملمح اللي قدامك علشان تقدر تديله المعلومه الصحيحه. لانك لو بتعمل كده مع شخص وقلت له المعلومه وهو ما فيهوش السمه او الحاجه دي، فهتلاقيه يعني بينفر او بيتاكد انك انت بتقول اي كلام، لان هو بالفعل بيكون عنده هاجس كده ان انت اصلا بتقول اي كلام ومفيش حاجه اسمها انك تشوف شخص لاول مره تعرف اهم صفاته واهم ملامحه. فانا كنت سعيد جدا معاك في الفيديو ده. لو انت مهتم ارجوك تابع مزيد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. احنا بنقدم فيديوهات كل اثنين وخميس على قناه اليوتيوب، وكمان بنزل مجموعه من الصفات والملامح على التيك توك. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز اللي احنا بنقدمها. والمره الجايه ان شاء الله هبقى اجيب لك فنجان قهوه مليان لان انا شربت ده بالفعل. شكرا جدا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.